بدأت تنقل الدم، وبعد كام دقيقة العيان ابتدى يشتكي من رعشة، حرارته بتعلى، ضغطه بيقع. انت هنا لازم تشك فورا في ترانسفيوجن رياكشن. هتعمل ايه؟ ازاي هتتصرف؟ قبل ما أقولك تعمل إيه لازم تعرف الحقيقة الصادمة دي. السبب الأشهر والأخطر للميس ماتش ترانسفيوجن مش مشكلة في الدم نفسه، لكنه خطأ بشري بسيط. كليريكال ايرور، غلطة في لزق ليبل، غلطة في إدخال بيانات، غلطة في مطابقة اسم المريض. وده بيرجعنا تاني لأهمية الدبل تشيك اللي اتكلمنا عنها. هي دي خط الدفاع الأول والأخير ضد الكارثة دي. لو شكيتوا ولو 1% إن في رياكشن، الخطوات دي تتعمل فوراً وبدون أي تردد. أولاً stop the transfusion، وقف نقل الدم حالاً. ثانياً keep the IV line open، خلي الكانيولا سالكة بمحلول ملح عادي. ثالثاً record all observations، سجل كل العلامات الحيوية فوراً. رابعاً دبل تشيك مرة تالتة ورابعة بيانات الكيس مع بيانات العيان. خامساً send the unit back to the blood bank، ابعت كيس الدم والمحاليل بتاعته لبنك الدم فوراً عشان يفحصوه. سادساً وأخيراً contact the blood bank and the senior hematologist، كلم بنك الدم فوراً وبلغ السينيور بتاعك. في الآخر يا دكتور، عايزك تفتكر الجملة دي وتحفرها في دماغك. أخطر خطأ في عملية نقل الدم هو خطأ بشري، والغلطة دي ممكن نتجنبها بحاجة واحدة بس.